حلويات وهي فعلا حلويات. القطعة ديت بتكون في رقبة الخروف أو في رقبة العجل، عاملة زي البطروخ كده يا جماعة بتاع السمك، حاجة كده كافيار. تابع معايا الفيديو للنهاية عشان تستفيد بجميع المعلومات كلها وتعرف القطعة دي بتجيبها ازاي وطريقة استخدامها. هل القطعة دي طعمها جميل؟ القطعة دي طعمها تحفة جدا ولها أكتر من كذا طريقة. القطعة دي بتسمى بالحلويات الرقبة أو بالنفوس. تمام. طبعا القطعه دي بيكون في الرقبه بتاعه العجل اكبر بكتير من رقبه الخروف، وبتكون متوفره عند الجزارين البلدي. هي فعلا بتسمى حلويات، وهي فعلا حلويات لان بيكون طعمها جميل لو هتعملها بالطريقه دي. في كذا طريقه وافضلهم الطريقه اللي هقول لك عليها، ولكن احب اذكرك فضلا وليس امرا في مقدمه الفيديو. لو انت اول مره تعملنا على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس. والناس اللي هي بتقول لي انت اخو عيد سينا او انت شبه عيد سينا. عيد سينا ده يا جماعه اخويا، فانا جالي اكتر يعني جالي تعليقات كتير جدا 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 الفتره اللي فاتت ديت على الموضوع ده. تمام. فانا كل ما يعني كل ما حابب اقول في فيديو ان انا هو اخويا، انا والله بنسى. وطبعا الحمد لله ان انا افتكرت. طبعا عيد اخويا شقيق على طول، هو اكبر مني بسنتين، يعني عيد اكبر مني بسنتين، عيد اخويا الكبير، انا اخوه الصغير. تمام. هنخش في موضوع الفيديو، وهو الموضوع بتاعنا موضوع النيفه او موضوع الحلويات بتاعتنا. الحلويات دي يا جماعه او النفوس بتكون موجوده في رقبه الخروف. تمام. بتكون موجودة عند الجزارين البلد، تقدر تحجزها من أي جزار أو أي محل بيبيع اللي هو السقط أو بيبيع الكرشة والفشة والحاجات دي، بتلاقيها عند الجزار ده. تقريبا هي أكلة مش غالية، أكلة رخيصة جدا وفي نفس الوقت طعمها جميل جدا. يعني الغني أصلا بياكلها قبل الفقير. وجبة يعني الكيلو منها ب 100 جنيه تقريبا او ب 150 جنيه، انا والله ما مش متذكر سعرها حاليا كام. بس اكله ب 100 جنيه ومحدش يعرفها، والغني كمان بيحبها قبل الفقير، لان هي فعلا طعمها بيكون كويس جدا. الحلويات دي يا جماعه لو انت هتعملها بطريقتي، في طريقتين انا بفضل الطريقه دي. لو انت ما اكلتهاش بالطريقه دي، وفي ناس كتير ممكن ما تكونش يعني كلتها بالطريقه دي خالص نهائي. طبعا احنا قلنا متوفره عند الجزارين اللي هم بتوع البلدي، الجزارين البلدي، او بتوفرها في محلات اللي هي بتبيع سقط. تمام. تقدر تعملها بالطريقه اللي اقول لك عليها. هل انت كلتها مشويه قبل كده؟ النفوس دي حد كلها مشويه قبل كده؟ وسيبوا لي وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. حد كلها مشويه قبل كده ولا لا؟ انا كلتها مشويه اللي هي بتاعه الضاني، اللي انا كنت بطلعها على ايدي دي دلوقتي. التتبيله بتاعتها يا جماعه بتنغسل كويس بميه وشويه مثلا ليمونه او شويه خل او اي حاجه عشان لو فيها زفاره ولا حاجه. بتنغسل كويس عامه بالميه، وبعد كده بتتبلها بميه بصل زي المشوي طبق الاصل بالظبط. يعني بتتبلها بميه بصل، وتبلها بميه بصل اللي هي بتبقى واخده تتبيله مشوي، تتبيله مشوي او تتبيله الكباب عامه، اللي هي بتكون ميه بصل مع طماطم ومع فلفل اسمر وجوز الطيب، بتكون اختياري مش اجباري. اهم حاجه في التتبيله يا جماعه ظبط الملح، اللي هو بيكون اللي بيدي التيست وبيدي الطعم. يعني كمثال دلوقتي لو انت عامل كباب ومش حاطط ملح في التتبيله مش هيبقى ليه طعم، هو لحمه ضاني اهي. اهم حاجه ظبط الملح في اي اكل، حتى لو بتعمل شويه رز او بتعمل فول او بتعمل اي حاجه، اهم حاجه ظبط الملح في التتبيله بتاعتنا، هو اللي بيدي تيست للمشوي بتاعنا. لو هتاكلها مشوي هتعجبك جدا. الطريقه التانيه طبعا احنا قلنا على طريقه المشوي، بتتشوي وبتكون جميله جدا وبتستوي، بس عايزه تتاخد على نار هاديه وتنساب في التتبيله شويه. الطريقه التانيه اللي هي بتنعمل زي الكبده الاسكندراني، بتنعمل جلايه اللي هي زي مثلا الكبده كده، بتتشوح الاول بشويه زيت اكل، وبعد كده بتديها الخضار بتاعك اللي هو فلفل وطماطم وبصل، وتحط عليها البهارات زي ما شايفين. الفص عامل زي البطروخ يا جماعه، كن ده بطروخ مش فص حلويات. بتكون متوفره عند الجزارين، وخاصه المحلات اللي هي بتبيع سقط او بتبيع الكرشه والحاجات دي كلها. ولكن النيفه برضه احب اذكرك ان النيفه ديت لو عملتها في الفرن مندي ويكون رقبه الخروف متوفره برضه عند الجزار. لو هتعملها مندي في الفرن مع خضار مع بصل بتكون طعمها جميل جدا. الرقبه يا جماعه بتكون طعمها تحفه. الضاني عامة له طرق استخدام. أفضل قطعة في الخروف ممكن لو أنت عاملها بطريقة مش كويسة ما يكونش طعمها حلو،
وابسط قطعه في الخروف لو انت هتعملها بطريقه كويسه هتلاقي طعمها افضل واحسن من افضل قطعه في الخروف. اهم حاجه الطرق، واهم حاجه طريقه الطهي للجزء نفسه بتاع الخروف. النيفه زي ما قلنا لو هتعملها في الفرن بيكون طعمها تحفه. طب انا دلوقتي مش متاح ان انا اقدر اعملها في الفرن وعاوز اسلقها مثلا، حلو، تتسلق وبعد كده تتبل بمية بصل برضو زي تتبيلة المشوي بالظبط، وتتحط على الفحم. تمام، ايه رأيك في الطريقة دي بقى؟ طيب طريقة كويسة، هل هيكون لها طعم كويس؟ أكيد طبعا. لما بتتسلق في الشوربة وتطلعها تقطعها قطع وتنزلها على الفحم زي المشوي بالظبط وتتبلها بيبقى طعمها روعة جدا. طبعا النيفة لها كذا طريقة في كذا مطاعم، ومش كل المطاعم زي بعضها. في نيفة بتبقى رقبة الخروف، وفي نيفة بتبقى الكتف، وفي نيفة بتبقى الدوش بتاع الخروف، وفي نيفة بتبقى الخروف كله على بعضه. طبعا كل طريقة بتختلف. في مطعم في مصر اسمه نيفا النجاحي، المطعم دوت بيعمل النيفة على أصولها، مش دعاية والله، ولكن المطعم ده جميل جدا، وأنا بصراحة من معجبين طريقة عمل النيفة ليه. وطريقة أكله بسيطة جدا، مش يعني مش أوفر قوي. والخامات بتاعته برضو اللي هو لحمة ضاني برضو برقي، بتكون لحمة فريش ما فيهاش أي كلام. ولكن طرق الاستخدام في المطعم هي طرق بسيطة، ما فيش بقى يعني حاجة وش كتير، هي بتكون طريقته كويسة جدا. المطعم من الممتازين، وأنا بصراحة من المعجبين لطرق شغله. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو. واحب اذكرك لو انت لسه بتسمع فيديو لهذه اللحظه، يا ريت ما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك والاشتراك عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو القادم هنحسب خروف، هنوزن خروف وهنحسبه، هنشوف هيجيب هالك قد ايه وكباب قد ايه وريش قد ايه. هنحسبه مع بعض برضو على الميزان، هيكون صافي، وهنشوف نسبة التقدير بتاعته للكباب والريش والبوش وأي حاجة فيه. إن شاء الله نحسبها بالورقة والقلم في الفيديو القادم إن شاء الله.